الحل الوحيد اللي يوقف جاسم عند حده إني أتزوج. والله إني محتارة. مصالح، أول ما تجي سهام الشركة خلها تدش مكتبي ضروري، زين؟ وأجل القهوة، ما بالقهوة الحين. حرام عليك يا ولد، حرام يا يم، حتى ما فيك شدة تشيل الشنطة تجرها وراك جر، حرام. هذه فلوسي، هذه ورا مريولي. يما ما تبي قصد خير ولا ما بدخل امتحانات؟ حاضر. قلت ما بدخل امتحانات وقين حاضر. عيل ايش تبيني اقول لك؟ على راحتك يما، ممكن اروح؟ ومن بيوصلك؟ ممكن فيصل وصلني بسيارته القرنبعية؟ على البكادلاك اللي عنده. خذ مفاتيح سيارتي وخله يوصلك المدرسة، وقول له تقول لك امي لا تصول وتجول بالسيارة، فهمت؟ خايفة على سيارتك القرنبعة؟ القرنبعية هذه اللي تقول عنها ايه اللي بتدفع لك اقساط المدرسة. يلا يلا روح خذ المفاتيح وروح يلا. والله تحولتي يا حسن قبل لا تمرضين، بنتك وصارت ممثلة، والله يعلم الحين ايش قاعدة اسوي. يعني مش بسوي يعني بس الرقاصة مثلا؟ اللي رقاصة والممثلة الاثنين نفس الشيء حبيبتي، الاثنين يطالعوكم الناس ويتطمشون عليكم. الله يسامحك يا يمه، ويا ريت لو ترضين عني، يمكن حالتنا بهالبيت تصير احسن. روحي روحي الله يسهل لك ويرد لك عقلك وتهتمين بدراستك. يلا روحي من وجهي. حبيبتي ان شاء الله نمتي زين؟ الحمد لله حبيبي نمت زين، اصلا ما في راحه الا وانت يمي. فديتك انا. انزين تبي نتم كم يوم هني؟ لا لا لا، انا بقوم ازهب نفسي، لازم ارد البيت، اصلا ما في احلى من بيتي. اكيد ما يكون البيت حلو الا انتي موجوده فيه. عيل انا بروح الدوام وتقومي تذهبي روحك ان شاء الله. يلا. ليش مسكوكة؟ وينك شلون؟ صباح الخير ابو صالح. ايش بلاكم اليوم؟ كلنا متأخرين، ايش فيكم؟ اكيد سهرانين البارحة. ايش قصدك بكلنا؟ صباح الخير، الله لا يراويكم الشر ان شاء الله. احلى دعوة على احلى صباح، بس ما قلت ليش قصدك بكلنا؟ اقول لك الاستاذ فير من الفير مدومة، يلا روحي روحي بسرعة. معقولة؟ معقولة عيل. أستاذة فجر. معقول أنا نمت؟ الظاهر إن البارحة ما رجعت تعدل، تبيني أخليك تنامين؟ لا خلاص، الغفوة هذه ريحتني شوي. أستاذة شو اللي مضايقك؟ المشاكل ما تخلص يا سهام، وهذا الإنسان يوم يعيش بفرح ويوم يعيش بحزن، والدنيا كانت تشوفينها ماشية. أخلي عمي أبو صالح يسوي لك فنجان قهوة؟ إيه لو سمحتي. سهام أمري. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. أنت وايد تتعاملين مع الأستاذ خالد، بحكم التواصل اللي بين شركتنا وشركته، إيش رايك فيه؟ خالد؟ إي خالد، إيش فيك؟ أستاذة فجر، شلون أقدر أقيم إنسان وأنا بس أتعامل معاه معاملات رسمية؟ معقولة يا سهام؟ كل هالسنين وأنت تتعاملين معاه وما عرفتي تقيمين شخصيته؟ سنين؟ إحنا صار لنا سنتين أستاذة بس من تعاملنا معه. وسنتين مو شوي. طيب أنت أستاذة ما قدرتي تقيميه؟ تعاملات الشخصية معاه قليل، وما في أي اهتمام خاص بيني وبينه.
عشان كذي ما قدرت أسوي فوكس عليه. وش معنى الحين تبي تسوين عليه فوكس؟ لأن الموضوع الحين يهمني بشكل شخصي، عشان كذي قلت أسألك، يمكن عندك الجواب. معاملتي معاه ما تعدت غير توقيع أوراق من مكتبنا لمكتبه، يعني ما في أي اهتمام شخصي. وأنا مثلك ما سويت عليه فوكس. صح كلامك. تحبين أسألك عنه؟ ما في داعي، هو مو تحقيق، هذا مجرد سؤال. عيل بخلي أبو صالح يسوي لك قهوة، عن إذنك. الله عليك يا جاسم، بتخليني أستعجل الأمور وبس. روحي شوفي منو عند الباب. إن شاء الله. أستاذ جاسم موجود؟ منو عندك؟ وقت سؤال بابا جاسم. اي سهر، تفضلي تفضلي يا سهر، تفضلي. اهلا وسهلا، حياك الله. اسفه جيتك بوقت بكير. ولا يهمك، تفضلي. خير ان شاء الله. جاسم قال لي عن موضوع الاستثمار اللي بده يسويه ولهلا. اي الموضوع هذا احنا مأجلينه شوي، بس الغريبة انك جاية مبكر ما رحتي شغلك. ما هيدا شغلي، اني اتابع امور المستثمرين واصحاب البورصة. ارتاحي انت شوي وانا اروح اشوف لك جاسم، عن اذنك. شو هالورطة اللي ورطني فيها يا جاسم؟ أنا شو فهمني بالمستثمرين وأصحاب البورصة وهالحكي اللي مش فاهمة منه شيء. والله ورطة يا جاسم. جاسم جاسم، وين للحين نايم؟ جاسم جاسم، ايش عندك؟ بسم الله عليك، ايش فيك؟ صاير؟ لا 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 ماكو شيء، هذه رفيجتك مالت الاستثمار. هي سهر ايش فيها؟ تبيك. ايش تبي؟ وينها؟ تحت تنطرك. موجودة هنا في البيت؟ اي موجودة. شابة هذه ولا ايه؟ يما هذه هذه جاي تطمن على موضوع اشتراكي في الاسهم لأن انا تاخرت عليه الله يسلمك. زين وهي ليش متحمسة كذي ومهتمة ليش؟ فلوس تاخذ نسبة من المكتب ما حد يشتغل بلاش. كذي. ولا يهمك يا وليدي، ان شاء الله اليوم نخلص الموضوع واعطيك الفلوس وتشتغل باللي تبيه واللي يريحك. ما تقصرين زين خلاص بس ابدل واتسبح والله. شنو تتسبح البنية تنطرك تحت؟ زين عاد ما تسبح بعد. يلا يلا اطلع على روحك روب ولا البس ولا شيء، يلا 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 يما يلا. شيابي هذه بعد هذه اكيد ينت. استغفر الله. الو. اي نعم فجر معك. من معي لو سمحت؟ حمد. هلا يا هلا بهالامارات. مرحب ملايين. لا الحمد لله انا بخير. شلون؟ لا طبعا ما نسيت الدعوة، انا ان شاء الله جايتكم الامارات. ما تدري يمكن اجيكم شهر العسل. شو؟ شهر العسل؟ انت متى تزوجتي؟ يعني بعدك تفكرين بالزواج؟ المسألة مطولة شوي يعني؟ خلاص يا فجر، نحن هاليومين نباك نيعدنا، ايش رايك؟ خلاص ارتب اموري واشوف متى اقدر اجيكم. خلاص فهمنا، مو دعوة تعمل، وبايكم ان شاء الله بشهر العسل ولا من غيره. ترى انا ما استغنى عن اهل الامارات.
الله يخليك، نشوفك على خير. يلا مع السلامة. شكرا على سؤالك. مع السلامة. ساعات الواحد محتاج إنه يكون عنده أصدقاء مخلصين، على الأقل يسألون عنه. هلا، حيا الله. من يانا توني أفكر فيك. وانا افكر فيش طول الوقت، هذا خلاني اعيش هني قبل اروح مكتبي. تفضل. شكرا. ايش فيك تطالعني كذي؟ اتاملك، اشوف الوجه الصبوحي هذا، متى اشوفه؟ كل يوم، كل صباح. يا سلام. وعلشان كذي بعيد عن المكتب وجو الشغل لازم نلتقي ونتكلم. أستاذة فجر، هاي الفايلات من الشؤون الإدارية والمالية، يبولك تطلعين عليهم. خليهم على مكتبي. أستاذ خالد، أطلب لك قهوة؟ يا ليت لو سمحتي. أنا بعد يا ليت خليهم فنجانين قهوة. إن شاء الله. أقول سهام، حزين لنا طاولة عشاء الليلة لشخصين. حاضر، وأكيد الحجز باسمك. لو سمحتي. إن شاء الله. من أولها بتقولي لي إن الحج باسمك؟ ليكون أنت من الريايل اللي عندهم حساسية لهالمواضيع. يا فجر، أنا المفروض إني أحجز وأحدد كل شيء. بنختلف قبل ما نتفق يا خالد. أنا مو من البنات اللي يقطون حملهم على الريايل ترى. ها إيش كان أبو صالح؟ أبو صالح، نعم. سوق قهوة حق الأستاذة فجر وضيفها. لا تضايقيني يا فجر، هذا الموضوع خاص ولازم يكون بيني وبينك بس. ليكون زعلتني قلت قدام سكرتيرتي، ترى هي ما تعرف من اللي بتعشى معاي. يعني لهالدرجة سهام غبية؟ عادي، حتى لو عرفت ايش بيصير. اصلا الدنيا كلها بتعرف بالسالفة. ليكون تبي تتزوجني بالسر. نتزوج؟ فعلا قلتي بنتزوج؟ عيل ليش وافقت اتعشى معاك؟ اوه، فهمت. صدقني انا مرات اكون غبي. واذا حجزت فهذا شيء بديهي عادي. البنت هي اللي ترتب والرجال هو اللي يدفع. انا ادفع عمري كله بس اكون معاك يا فجر. شوي شوي على نفسك يا خالد. متى الليل متى؟ أنا ما أقدر أتكلم في موضوع الأسهم إلا لما يكون عندي رصيد مال كافي. يعني قصدك تدخل دخلة قوية؟ إيه تقريبا. عندك سيارة أنتي؟ لا. لما عن إذنك بوصل سهر، تأمريني بشيء؟ ما يأمر عليك عدو، وإن شاء الله عن قريب بتتيسر أمورك المالية كلها. إن شاء الله. ألو. هلا. إيه أنا أشوف المكالمة السريعة يعني. خير؟ فجر وخالد اليوم بيتعشون مع بعض، وأنا حجزت لهم المكان. إيه وين؟ طيب تمام. لا بعدين بشرح لك. طيب مع السلامة. يلا روح. شكرا على استقبالك. العفو يا حبيبتي. أهلا بك. مية مرة قلت لك يا سهر لا تروحين مكان إلا لما تخبريني، أنت ما تفهمين؟ هي حق علي لاني خايفه عليك. خافي على نفسك، خايفة عليك. ايه بالفعل خايفه على نفسي، مشان هيك جيت لعندك. خير ايش صار؟ مدير الفندق عم بيهدد بقطع علاقتي فيك، يا بقعد مع الزباين مثل ما بقعد معك. انا بدي حل. الحل مثل ما قلت لك، بنتزوج بس صبري شوي. اصبر؟ لمتى اصبر؟ صبري يعني
خليه على الأقل أخذ فلوس من أمي عشان أصرف عليك. يعني انت رح تفهمني انه ما عندك سيوله الا الفلوس اللي بتاخذها من امك؟ سيولة شنو يا حظي؟ السيولة بتطير مع أول أغنية أسويها لك. طيب اعطيني موعد وخليني اكون قويه لاحكي مع هالشخص القذر اللي اسمه زيب. ايش فيها مصفوقة هذه؟ يا حبيبتي صبري الله يرضى عليك. قلت لك بنتزوج وخلاص. لمتى بدي اصبر؟ لما اصير قاعده مع الزباين؟ يلا حبيبتي يلا صبحتينا يلا ركبي. اسمع على الوالد معي. الله يا حمود، وين حكيك عن الحب الغرام الكلام الحلو؟ ايش دعوة؟ حتى تليفون واحد ما سويت؟ هاي رنة النيرة واخيرا حن قلبك يا حجية. الو هلا يا معطر جوي، شخبارك وش مسوي؟ افكر فيك توي، عسى جوك مثل جوي. انا قلت يمكن نسيتيني ورحت عن بالك. انا مستحيل اقدر انساك، بس حبيت ابعد عشان اعطيك فرصة تفكرين من غير ما اضغط عليك. انت تامريني امر، انت لو تبغيني اقط نفسي في البحر انا حاضر. ايش دعوة يا حمود؟ انزين اذا قطيت روحك في البحر انا ايش بستفيد؟ عموما خل هالحكي لبعدين. شلون؟ اقول لك اليوم يجيب جواد وتعالوا عندنا بالبيت. قررت ابيع المزرعة. المهم خليفة وفجر يوافقون على السعر. متى يعني؟ خوش موعد الساعة 6. يلا أنا انتظركم. باي باي. خلنا ندق على فجر. هلو هلا حبيبتي فجر. أقول خلاص حددت الموعد. حق حمود وجواد الساعة 6، لا تتأخرون. الله يهداك يا عمتي، كان قلتي لي قبل ما تحددين الموعد معاهم. لا خلاص لا تأجل الموعد، أنا موعدي الساعة 8، مو مشكلة، أرتب أموري. خلاص يا عمتي، بخلي خليفة يكون موجود بعد. يلا مع السلامة. يا رب كل الأشياء تي على راس الواحد مرة واحدة كذي، كل مواعيدتي مرة واحدة. تفضلي. في شيء استاذة؟ لا بس عمتي تبيني ضروري عندها اليوم، وأنا عندي موعد الساعة 8. تبيني ألغي الموعد؟ لا خلي كل شيء على حاله، أنا بتصرف. ألو هلا خليفة، شلونك؟ آسفة إني اتصلت فيك هالوقت، أكيد أنت مشغول. بغيتك تكون عند عمتي اليوم الساعة 6. سويت لنا موعد مع الجماعة. بليز خليفة لا تتأخر، لأن عندي موعد الساعة 8. لا تلغي مواعيدك. نعم. لا كلها ساعة ولا ساعتين ونتفق معاهم. نعم. شلون؟ لا كتابة العقود بتصير في مكتبك إن شاء الله. لا ما بتأخر. مع السلامة.
السرعة هذه؟ أنت مو خايف على عمرك؟ عطنا أوراقك. يلا شباب نبدأ البروفة. نفس الحركة اللي انرسمت بالضبط، نفس الإيقاع. جلسة غرام عين عينك. انت ما توزع الاشاعات. البنية بريئة، هي صدق حلوة بس ما عندها خبرة. والله أنت اللي ما عندك خبرة، الثنين كلهم كذي. أول ما يدشون المسرح يرسمون الشرف والأخلاق، ولما تدور السالفة تلاقيهم خرطي. يا أخوي لا تظلم بختك. يا عمي أنا شايفها عند باب المسرح وهي تركب ويا راعي السيارة القرنبع. أنت من صدقك. حتى أنت لو بتقرب منها بتشوفها بتعطيك وي. تبي الصدق؟ أنا بموت عليها. مرحبا يا أستاذ مهدي. كان المفروض تخبرنا أن أنت جايين هنا. الحقيقة كنت مارة أنا مني وشوف نفسي قدام المسرح، قلت أمر أشوفكم. على العموم زارتنا البركة يا أستاذ. هذه الأخت شوك، شفنا له ريبورتاج صحفي جميل، لكن شكلك في الصورة طالع وايد أكبر من شكلك الحقيقي. الأستاذ مهدي مدير الفرقة، وفي نفس الوقت هو الأب الروحي للفرقة. أهلا وسهلا. أهلا. ديروا بالكم عليها، ما بيزعلونها في شيء. اسألها إذا احنا مقصرين في حاجة. عافية عليك. ممكن تشوف جزء من البروفة؟ إن شاء الله ولا يهمك. مساك الله بالخير أستاذ. خير. مرحبا. خير. إن شاء الله عجبك المقال اللي سويته عنها. والله في الحقيقة لحد الحين كل شيء عاجبني، بس لا تدخلونه بالأقاويل والإشاعات. جاسم توقعت أشوفك هنا. صدق الكلام اللي قلتيه؟ إيه، الليلة بتلاقون الساعة 8 بيتفقون عن موضوع الزواج. يعني أخيرا الست فجر بتتزوج. زي ايش رايك تجين انت اليوم هناك؟ أنت ينيت عشان تتفرجين على اللي بيصير. جاسم أنت شلون تسوي؟ تعال بنفسك وبتشوفين. باي. يلا يا بنتي يلا بطلي حجك يلا. بعد لا تقولين لا هذا روب ما يحتاج دروس. بسم الله. هني وعافية يا حلو. حلو صح؟ بارد؟ يلا بعد واحدة عرفي الشيخة يلا. شكلك يوعان يا بنتي صح؟ أقول حبيبتي بعد أن تشوفي. تسلمين يلا بعد واحدة شوف يطلع لك دروس. السلام عليكم. يا عمري يا حبيبتي. شلونك؟ الحمد لله بخير بارد؟ الله يسعدك. تمام. شلونك يدتي؟ يدتي فجر تسلم عليك. ها؟ فجر؟ نهار؟ ايش نهره؟ لا وديك البحر. يا حلو. يدتي شبعتي؟ حلو عافية. أقول حبيبتي ما عليك أمر خفيف. ودي رغفتها تسلمين حبيبتي. قعدي شوفي دام وصلتي هني بريولك اكيد في شيء، لا وشيء مهم بعد. قولي بسرعه ايش عندك خلصي. ما شاء الله عليك يا ايمان، انت اكثر وحده عرفت لي. شفت شلون؟ في شيء، يلا قولي بسرعه ايش عندك. اليوم بقعد مع خالد وغالبا راح اوافق على الزواج منه. صدق؟ بالمبارك ان شاء الله حبيبتي بالمبارك. تصدقين هذا احسن خبر سمعته اليوم. بس ما سالتيني ليش هالقرار المفاجئ؟ بدون ما اسال ليش انا عارفه. انت مو تقولين ان انا اكثر وحده عارفتك؟ قولي لي هالقرار يتعلق بجاسم صح؟
اي صح، تهجم علي في بيتي، ما ادري ليش هو يسوي كذي معاي، ما ادري ليش. لا يا فجر، انت بقرارة نفسك عارفة ليش، لكن خلص الحين دام قررتي تتزوجين مالك شغل بجاسم، بتبدين حياة جديدة وهو بروحه بيوخر عنك. ما بعرف ليش انا محتارة يا ايمان. كان خاطري اتزوج خالد وافكر في الزواج منه بتروي بدون اي ضغوط. يا بنت الحلال لا تحتارين ولا شيء، وافقي، توكلي على الله وافقي. ومن لنا غيره سبحانه. يلا يا حبيبتي تأخرنا على الموعد. ما عليه حبيبي، شو المشكلة إذا تأخرنا شوي؟ أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة، بس فجر عندها موعد الساعة 8، ما تبين نتأخر؟ ما عليه، كلها ربع ساعة ونوصل بيت الوالدة. يلا توكلنا على الله. يلا. هذه كل الآلية الموجودة في المزرعة؟ دققت بكل شيء، ما خليت إبرة إلا وسجلتها. واضح إنك دقيق وايد يا أستاذ حمود، بس ما تحسون إن السعر اللي حاطينه وايد قليل بالنسبة للمزرعة؟ انت تعرفين يا اخت فجر ان المزرعه معرضه للخساره بسبب مرض انفلونزا الطيور، وطبعا زي ما انا شفت في التلفزيون ان المرض هذا منتشر في شرق اسيا، وهم هناك كمان بيحرقون الدياي. دواجن. فعلا الدواجن. نعم، حتى تكلموا عن واحد صادق انفلونزا الطيور، طلع له ريش بضافيره. بس يا اخي جواد احنا بالخليج مو بشرق اسيا. لا معليش، اسمح لي المرض لا يعرف مكان، المرض لا يعرف جغرافية، ينتشر في كل مكان. نعم في كل مكان. الثاني ايضا كان عنده شعور بالخوف من السكينه، كان يخاف. طيب ليش تعرض نفسك للخساره وتاخذ مزرعه مضروبه؟ انا الصادق معاكم في كل الامور اللي تخص ام جاسم، عشان كذي احب اقول لكم ان جواد مو هو الشاري الحقيقي، هو مجرد وسيط وياخذ عمولته. بس اللي أنا عارفة إن السمسار يرفع سعر المزرعة عشان يحصل عمولته من الطرفين، بس الظاهر الأخ جواد وايد مركز على عمولته من المشتري. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا أخت فجر، أنت في التجارة ما أحد يضاهيكي، أو المعنى الأصح ما حد يقدر يضحك على فجر. على العموم احنا بنقبل بيعتكم للمزرعة، بس بشرط انكم ترفعون السعر شوي. ايه بس انا ما ابي احتفظ. عمتي اسمعوا قرارنا وبيفكرون، واذا كان ردكم ايجابي نتفاهم ان شاء الله. انت وين رايحه؟ عندي موعد مهم يا عمتي، خليفه ما راح يقصر معاكم. توكلي على الله يا فجر، وانا بكون مع عمتك. خليفه اسمح بردك شوي. شكرا حياتك. دير بالك لا يقصون عليها. انت عبالك بخليها وبروح عنها؟ حاول ترفع السعر شوي.
وإذا صروا على المبلغ المطروح. حتى لو تزيد دينار واحد ما عندي مانع. يلا عن إذنك. الله يوفقك. مشكور. الشيخ صاب على روحه 20 غرشة عطار كل دي ميتينج ليكون بيقابل كوندليزا رايس. من بعيدك على باب له الحزة؟ مساء الخير. نعم. حضرتك زوجة الأستاذ خالد؟ والله حسب ظني ما له زوجة غيري بهالبيت. ايش تبي؟ ايه أنا أبي حاجيك. جاي يطق على بابي وتغازل؟ استغفر الله العظيم، شنو غازل؟ ايش فيك انت؟ اختصر، قول ايش تبي لاصك الباب بوجهك. لو تعرفين ليش جاي أكيد بتشكريني. لا تطول هوايها قصيرة، اخلص. اللي مكتوب في الورقة مهم لحياتك، تفضلي. الليلة في الساعة 8 مساء في مطعم سيقابل زوجك المرأة التي سيتزوجها فاعل خير. وانت عارفة اني جاسم بيسوي لي مصيبة الليلة، وخالد بيقط كل شيء على راسي. امشي بكرامتي احسن لي. بنشاور المشتري وبنرد عليكم. عن اذنكم. حلو. اسمع يا حمود، ان شفت ام جاسم بطريق تبدل طريقك طريق ثاني. تهددني؟ اعتبرها مثل ما تبي. لا تنسى ملفك الشخصي عندي، ابتداء من الامارات مرورا للبحرين، يعني لا تخليني احطك في بالي. طير يا عمي طير. واحرق الفطير يلا.
صدقيني أعرفها، بس مو عارفة وين شايفتها. أرجوك لا تذكرين أحد غيري، أنا رفيجتك الوحيدة. صدقيني الكلام اللي عندي كله طار. ما أدري إيش بغيت أقول. الليلة بالذات لازم تدري وتركز، ما هم نفتح قلوبنا لبعض، وكل واحد يقول عن أموره الخاصة وبكل صراحة. إيه الحين تذكرت وين شايفتها، كانت معي في المدرسة. كانت معاك في المدرسة ولا كانت رفيجتك؟ وين رايحة؟ لا أقول لك صارت فجر. ما تذكريني في المدرسة؟ أنا هيفاء. إيه هيفاء عبد الله. والليل كلش مو وقته. أنا من شفتك عرفتك. عموما أنا ما أبي أقطع عليكم قعدتكم الحلوة هذه، أعطيني رقمك. تفضلي خذي رقمي وسوي لي رنة وأنا بتصل عليك. أوكي، واسفين على إزعاجكم مرة ثانية، وخلينا على اتصال يا فجر. إن شاء الله. على فكرة خالد خطيبي. صدق؟ مبروك، واسفين على الإزعاج. لا ولا يهمك، ما في أحلى من الصداقة. يلا مع السلامة. أحلى صدفة صح؟ وأنت أحلى صدفة في حياتي يا فجر. إذا فاتني المشهد أموت. ألحق. واي اختيارك يجنن لزوجتك الثالثة. الثالثة؟ من هي هذه يا خالد؟ حبيبتي أنا زوجته الثانية، والأولى طلقها من زمان، لا ورافع عليه قضية نفقة بعد، لأن كله يتزوج الحريم ويقطهم، وحيا الله فيك بالمجموعة. ايش جايبتني؟ ايش جايبتني؟ هدني هدني المنافق قدامي يلا قدامي. قلت لك يا حلوة لا يمكن تكونين لغيري. ما صدقتي. شلون كان العشاء؟ حلو؟ بالعافية حبيبتي، بالعافية.